السلام عليكم وصباح الفل او مساء الفل على حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى. انا اخوك حجاج، وده اول فيديو في سلسله اللي استفدته، ودي السلسله اللي ان شاء الله هشارك فيها معاكم حرفيا كل حاجه انا استفدتها على مدار السنين اللي فاتت، اذا كان من كتاب او نصيحه سمعتها من حد او وات ايفر ايه الريسورس اللي انا استفدت منه الشيء ده. ان شاء الله هحاول الخصه واستخلص لكم منه الشيء المفيد اللي فيه فاليو واشاركه معاكم في فيديو. اوكي. ولكن خليني في البدايه اقول لك ان السلسله دي زي ما انت شايف كده من طبيعتها او الفايبس بتاعتها ملهاش سكريبت، انا برتجل، او كل الفيديوز بتاعتها ان شاء الله هتبقى عباره عن ارتجال مني، والتصوير هيبقى زي ما انت شايف كده في اي مكان عادي جدا، مش هيبقى فيه مكان معين هصور فيه. دي كده اول حاجتين. تالت حاجه البلاي ليست ديت او السلسله ديت هدفها الوحيد والنيه الوحيده اللي عندي او في المقام الاول يعني هي ان تكون علم ينتفع بيه من بعدي وصدقه جاريه ليا. فكل طالبه منك انك تدعي لي بس ان ربنا يكتب لي التوفيق فيها، بس كده. في فيديو النهارده ان شاء الله هشارك معاكم مفهوم النجاح او اساس النجاح. مين فعلا اللي يستاهل ويستحق كلمه ناجح؟ هل اللي معاه فلوس، ولا اللي معاه شهره، ولا اللي معاه الاتنين، ولا ايه بالظبط؟ خليني بس احكي لكم قصه قصيره كده على حجاج اللي هو انا في 2020 2021 كان كل مفهومي عن النجاح هو الفلوس. يعني اللي معاه فلوس اكتر هو اللي نجح اكتر، هو اللي معاه القوه بشكل اكبر، وهكذا. ولكن سمعت فيديو للشيخ محمد راتب النابلسي، كان بيتكلم فيه عن اساس النجاح ومين فعلا اللي يستحق او يستاهل كلمه ناجح. واتصدمت لما عرفت المعلومه، وبجد لما عرفت المعلومه دي في سنه تقريبا 2021 او اخرها او بدايه 2022، وانا كل اهدافي او مفهوم النجاح عندي او الرؤيه بتاعتي للنجاح اختلفت تماما. وما بقيتش اي حد عنده اي حاجه انا ابقى مبهور بيه، اذا كان عنده شهره او عنده فلوس او عنده ربنا فتح عليه مثلا فتح شركات وعربيات وهكذا. كل ده بقى بالنسبه لي حاجه ثانويه بعد ما اكون حققت التارجت الاساسي للنجاح اللي انا هقول لكم عليه. طيب خليني اقول لك يا صديقي ان النجاح عباره عن 4 محطات. اول محطه هو نجاحك في معرفه الله عز وجل. تاني محطة هي نجاحك في معرفة نفسك وأهلك وبيتك وتربية ولادك. تالت محطة هي نجاحك في صحتك. ورابع محطة هي نجاحك في شغلك. خلينا نمسكهم واحدة واحدة ونحاول نتكلم فيهم شوية. أول محطة هي نجاحك في معرفة الله عز وجل، وهنا مش المقصود بيه يا صديقي شكلك أو تدينك الظاهري، لأ. هنا المقصود بيه ايه اخبار علاقتك بربنا، ايه اخبارك في الخلوات، ايه اخبارك مع قيام الليل، ايه اخبارك مع القرآن، ايه اخبارك مع الدعاء، ايه اخبارك في ان انت منضبط ملتزم مع الاوامر اللي ربنا امرنا بيها، وايه اخبارك كمان مع الحاجات اللي ربنا نهانا عنها. هل انت بتنهي نفسك عنها ولا لا؟ والكلام هنا خصوصا في المحطة دي يطول جدا، وانا مش من الناس المتخصصة اقدر اقول لك او اقدر اكلمك بشكل اعمق في المحطة ديت، ولكن اقدر اقول لك انك لو بسيرش صغير منك هتقدر توصل لليفل حلو جدا في المحطة دي، وتوصل فيها للنجاح اللي انت عاوزه واكتر، بس انك تسيرش. طيب تاني محطة معانا وهي نجاحك في معرفة نفسك واهلك وبيتك وتربية ولادك. وهنا المقصود بيه ان انت بس عندك معرفة ووعي بنقاط قوتك ونقاط ضعفك، وعندك تقبل اصلا نقاط الضعف دي، وعندك سعي واجتهاد انك تطور نقاط قوتك. ده هنا المقصود بيه. بالنسبة بقى لأهلك أو بيتك أو تربية ولادك، أنت نوعا ما محتاج بس تكون عندك معرفة ووعي وإدراك باللي هما بيحبوه واللي هما بيكرهوه واللي هما بيسعوا له واللي هما بيواجهوه عشان تشاركهم فيه، ليس إلا. تالت حاجة هو نجاحك في صحتك، وهنا طبعا أنا مش هوصيك، يعني هو أكتر 3 حاجات أنت مطالب بيهم عشان تقدر تحافظ على صحتك، هو إنك تنام كويس، وإنك تاكل وتشرب كويس بقدر الإمكان على حسب ظروفك. تالت حاجة طبعا بالحلال ما تنساش. تالت حاجة وهي الرياضة. حتى لو بتجري في مكانك في بيتك، مش لازم تروح جيم، أو يعني مش لازم إنك تروح مكان معين تعمل رياضة خالص. في رياضه مشهوره جدا وانا شخصيا بمارسها، ولكن حزين بجد والله ان انا مقصر فيها جدا، وهي اسمها رياضه الكالستانكس. رياضه الكالستانكس انت ممكن تلعبها في بيتك عادي جدا بدون اي ادوات بدون اي حاجه. وكمان مره عشان بس الفيديو ما يطولش، انت ممكن تسيرش عن كل ده او ازاي تلعب رياضه او ازاي تحافظ على جسمك في النوم وفي الاكل وفي الرياضه باقل قليل واقل، يعني انك ما تدفعش كتير، فاهم قصدي؟
انت ممكن تحافظ وتعمل كل ده وتحافظ على صحتك ومن غير ما تدفع كتير. فاهم قصدي؟ رابع محطه بقى معانا وهي نجاحك في معرفه. احنا قلنا رابع محطه ايه؟ يا نهار ابيض نسيت. الاي دي اتش دي عامل شغل. هي شغلك، صح؟ فنجاحك هنا في شغلك، صدقني انت بس لو ظبطت الثلاث محطات الاولانيين، نجاحك في معرفه الله عز وجل، ونجاحك في معرفه اهلك ونفسك، ونجاحك في صحتك، صدقني انت لو دخلت في اي شغل مهما كان هو ده الشغل نوعه ايه، انت هتعرف تمشي فيه كويس. لاني تعال نحسبها مع بعض. ربنا عز وجل ان شاء الله يكون راضي عنك. والدك ووالدتك ربنا يطول في عمرهم يا رب، راضيين عنك، واخد رضاهم يعني. انت محافظ على صحتك، فاهم نفسك، فاهم انت نقاط قوتك ايه ونقاط ضعفك ايه، انت بتحب ايه وبتكره ايه، امتى بتتشتت وامتى لا، وهكذا. صدقني انت لو حطيت كل المعطيات دي في اي مكان وفي اي شغل، صدقني الريزلتس بتاعتها هتطلع مبهره بدون مبالغه. فاللي عايز اقوله لك يا صديقي انه النجاح الحقيقي واللي يستحق ويستاهل انه يتقال عليه ناجح هو اللي ظبط علاقته بربنا سبحانه وتعالى، وظبط علاقته مع ابوه وامه وصله رحمه، ومحافظ على جسمه، ومحافظ كمان على نجاحه في شغله. وزي ما اتفقنا هو موضوع الشغل ده انت بس لو ظبطت الثلاث محطات الاولى، صدقني محطه الشغل دي هي هتيجي فوق الباكج كده. فاهم قصدي؟ طبعا مع سعيك واجتهادك في الشغل، ولكن عايز اقول لك انت طالما انت ظابط الثلاث محطات الاولانيين دول، سبحان الله ربنا هيكتب لك التوفيق والتيسير والقبول حتى، والنجاح والفلاح في شغلك. وبس كده يا صديقي، يعني ده كل اللي انا كنت عايز اشاركه معاك في فيديو النهارده. وخلينا نختم كل فيديو في السلسله ديت بسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. اشوفكم على خير. السلام عليكم.